اهلا بيكم في قناة ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. في الفيديو ده هنشرح مع بعض خدعة سحرية سهلة جدا للمبتدئين في ألعاب الخفة، وتحديدا ألعاب الخفة والخدع السحرية بالكوتشينة. الخدعة بتاعت النهارده قوية جدا جدا جدا، وأي حد هتعمل معاه الخدعة دي بالطريقة اللي أنا هشرحها في الفيديو هتعجبه الخدعة جدا جدا جدا. بس أهم حاجة تتفرج معايا على الفيديو لحد آخره وتتمرن على كل حاجة أنا هشرحها في الخدعة مع نفسك الأول مرتين أو 3 أو 4 كمان، مش مهم، لحد ما تتقن كل حاجة أنا هشرحها في الخدعة بتاعت النهاردة. وصدقني هتعملها بكل سهولة مع أي شخص أنت عايز تعمل الخدعة دي معاه، وأضمن لك كمان إن هي هتعجب أي حد هتعمل معاه الخدعة دي، وهيحس إن هي خدعة قوية جدا ومش هيبقى فاهم أنت إزاي عملت كده. بس أهم حاجة تتفرج معايا على الفيديو لحد آخره، وكمان ما تنساش اللايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها. كمان ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات، لأن أغلب الخدع اللي أنا هشرحها في الفيديوهات اللي جاية هتبقى عبارة عن خدع أنا هاخدها من الكومنتات بتاعتكم. يعني لو في خدعة معينة أنت عايزني أشرحها في الفيديوهات اللي جاية اكتبها لي تحت في الكومنتات، وأنا بقرأ كل الكومنتات بتاعتكم وهشرح لكم الخدع اللي أنتوا هتطلبوها مني في الفيديوهات الجاية بإذن الله. أهم حاجة دلوقتي تركز معايا جدا في الخدعة وفي الشرح بتاع الخدعة وتتمرن عليها كذا مرة زي ما قلت لك، وبإذن الله هتعملها مع أي شخص بكل سهولة. من غير كلام كتير خلونا نشوف الخدعة، بعدها نروح للشرح على طول مع بعض. طيب الخدعة بتاعت النهاردة بكل بساطة هي ان انا هبدأ الخدعة وهطلع الاربع شايبات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الاربع شايبات عادي مفهومش اي حاجة، بحطهم قدامكم على الترابيزة عشان برضو تتأكدوا ان هم مفهومش اي حاجة، 4 شايبات عاديين خالص. تمام. طيب ايه تاني حاجة بعملها؟ تاني حاجة بعملها انا عايز اطلع الاربع شايبات دول، تمام، ويبقوا كلهم مع بعض، تمام، واحطهم في نص الكوتشينة. طيب خلينا نعمل كده مع بعض. هناخد الشايبات كده بمنتهى الهدوء زي ما انتوا شايفين كده معانا في الفيديو، الاربع شايبات اهم مفهومش اي مشكلة، تمام. هحطهم كده بالشكل ده، وعشان نتأكد مرة تانية الاربع شايبات اهم بالطريقة دي، تمام. هجمعهم مع بعض وهحاول ان انا ادخلهم في نص الكوتشينة في اي مكان بشكل عشوائي خالص زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا عايز ادخلهم بحيث ان يبقى الاربع شايبات ورا بعض لازقين ورا بعض، وهنعرف ليه دلوقتي. ولكن هما دلوقتي مكانهم فين في الكوتشينة طبعا محدش يقدر يقول لي، والموضوع دوت هيكون صعب جدا ان انا اتوقعه او اعرف هما فين، يعني انا مش عارف، بس هما موجودين في مكان في الكوتشينة ورا بعض. طيب هل لو انا مثلا قلت لاي حد من غير ما يشوف الكوتشينة يطلع لي الاربع شايبات دول من الكوتشينة، او يبقوا اول كارت او يبقوا اول 4 كروت فوق، طبعا الإجابة هتبقى صعبة جدا، وهيبقى الموضوع يعني معتمد بشكل كبير على إن أنت بتخمن. طيب أنا هقول لكم حاجة سهلة جدا. أنا دلوقتي معايا كوتشينة مش هفنطها، مش هعمل أي حاجة عشان نتأكد إن الأربع شايبات لسه في نص الكوتشينة زي ما أنا حطيتهم ومعرفش مكانهم فين، تمام. طيب دلوقتي أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل حاجة مختلفة شوية عن الخدعة اللي قبل كده. خدعة تانية كنا بنطلع كارت واحد بنطلعه فوق في الكوتشينة وبنكمل الخدعة. لا أنا المرة دي مش هعمل كده، انا هطلع الاربع شايبات كلهم يبقوا اول 4 كروت في الكوتشينه. طيب هنعمل كده ازاي؟ انا مش هعمل اي حاجه خالص، انا كل اللي انا هعمله دلوقتي معاكم ان انا همشي ايدي فوق الكوتشينه بالشكل ده 4 مرات، 3، 4. بعد ما اعمل كده لو قلت لكم ان الاربع شايبات طلعوا بقوا اول 4 كروت فوق، هل حد هيصدق؟ الإجابة إنه لأ، محدش هيصدق، وكلكم هتقولوا لي لأ طبعا، إزاي ده أنت حتى ما فنطتش الكوتشينة والأربع شايبات أكيد في نص الكوتشينة. طيب خلينا نشوف مع بعض هل أنا قدرت أعمل كده بالفعل ولا لأ. كل اللي أنا هعمله إن أنا هقلب كده 1 2 3، هقلب كده أول 4 كروت من الكوتشينة، بنلاقي إن بالفعل الأربع شايبات طلعوا بقوا أول 4 كروت زي ما انتوا شايفين. طيب زي ما انتوا شايفين طلعنا الاربع شايبات فوق. لو حد فاكر ان الخدعة انتهت فالاجابة لا، احنا لسه الخدعة ما انتهتش. ده كان اول جزء في الخدعة. المفاجأة في الجزء التاني، انا هلم الاربع شايبات دول مرة تانية بالطريقة دي، تمام، وهحطهم كده زي ما انتوا شايفين اول 4 كروت في الكوتشينة، وهقلبهم بالشكل ده، تمام، وهفرد الكوتشينة كده مفيش اي حاجة غريبة،
تمام، هاخد اول 4 كروت اللي هم الشايبات اللي احنا لسه شايفينهم مع بعض، وكل اللي انا هعمله ان انا هنزلهم كده على الترابيزة زي ما انتوا شايفين. تمام. طيب بعد ما بعمل كده ايه الخطوة اللي بعد كده؟ بعد ما بعمل كده انا عايز يبقى قدامي اي شخص بعمل معاه الخدعة دي دلوقتي. تمام. بعد ما بعمل الخدعة دي وبطلع الاربع شهادات كده قدامكم على الترابيزة، كل اللي انا هعمله حاجة بسيطة جدا. انا همسك الكوتشينة، هقسمها واعكسها بالشكل دوت مرتين ورا بعض. تمام. وهقسمها مرة تانية، وهخلي الكوتشينة قدامكم تبقوا شايفينها طول الوقت كده بالطريقة دي، وهاخد الاربع شايبات كده. طيب دلوقتي لو انا قلتلكوا ان الاربع شايبات دول انتوا شايفينهم طول الوقت قدامكم، انا ما لمستهمش وما عملتش فيهم اي حاجة، بس المفاجأة هي دلوقتي لو انا مشيت ايدي على الاربع شايبات دول بالطريقة دي بيتحولوا، بيبقوا واحد 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 واحد، يبقوا عبارة عن الاربع وحدات. طيب لو حد فاكر ان الخدعة انتهت لحد كده فالإجابة لأ. طيب الاربع شايبات راحوا فين؟ احنا عايزين نعرف. تمام، الكوتشينة قدامكم طول الوقت انا ما لمستهاش وما خدتش الشايبات حطيتهم ولا اي حاجة. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الكوتشينة دي احركها حركة سحرية خفيفة فوق الاربع وحايد بالطريقة دي، وبعد كده هنفرد الكوتشينة مع بعض ونشوف ايه اللي حصل. بعد ما نفرد الكوتشينة زي ما انتوا شايفين هنلاقي ان في 4 كروت ورا بعض مقلوبين في الكوتشينة بعكس كل الكروت التانية. المفاجأة هتكون اننا لو خدنا الاربع كروت دول كده تمام وشفناهم مع بعض هنلاقيهم الاربع شايبات. تمام، وهي دي الخدعة بتاعت النهاردة. خدعة قوية جدا جدا جدا، اي حد هتعمل مع الخدعة دي انا اضمن لك 100% ان هو هينبهر والخدعة هتعجبه جدا جدا جدا. اهم حاجة الخدعة دي خطواتها كتير، اهم حاجة تركز معايا في الشرح اللي انا هشرحه دلوقتي وتتمرن عليه لوحدك كذا مرة الاول قبل ما تنفذه مع اي شخص عشان ما تتلخبطش في اي حاجة. اتمرن عليها مرتين 3 4 5 عادي، مش عيب. بعد كده ابدأ اعملها مع اي شخص واوعدك الخدعة تعجب اي شخص بشكل كبير جدا جدا جدا. يلا بينا دلوقتي من غير كلام كتير نروح نشوف شرح الخدعة مع بعض. طيب يا شباب، شرح الخدعة دي هي كالآتي. هي خدعة بسيطة جدا معتمدة على حركة أو اتنين، وأهمهم هي الدبل ليفت، أو في الحالة دي خلينا نسميها دبل ليفت، لأن احنا بالفعل مش هناخد دبل ليفت الكارتين، هناخد دبل ليفت لأربع كروت، وهي الخدعة معتمدة على كده. طيب هنعمل كده ازاي؟ احنا في الأول خالص هنجيب الكوتشينة بالشكل ده. تمام. وهنجيب الأربع وحايد من قبل ما نبدأ الخدعة أصلا. تمام. وهنحطهم ان هما بحيث يبقوا اول 4 كروت في الكوتشينة بالشكل ده. تمام، يعني احنا دلوقتي معانا اول 4 كروت هم عبارة عن الاربع وحايد بالشكل ده، هنحطهم كده. تمام. وطبعا الشخص اللي احنا هنعمل معاه الخدعة كل ده بيحصل من ورا او من قبل ما نروح له ونقول له ان احنا هنعمل الخدعة معاه والكلام ده كله. طيب الخدعة هتبدأ امتى؟ لما نجيب الاربع شايبات هنطلعهم من الكوتشينة باي شكل احنا عايزينه بالطريقة دي، وهنبدأ الخدعة دلوقتي. طبعا هو ما يعرفش ان الاربع وحايد هنا اول 4 كروت واحنا مش عايزينه يعرف. تمام. هنجيب الاربع شايبات بالطريقة دي وهنوريهم له، هنقول له شوفهم معانا 4 شايبات قاعدين خالص ما فيهمش اي حاجه، وهو بيشوف الاربع شايبات دي احنا هنعمل حاجه مهمه جدا 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 في الكوتشينه وهي اللي معتمده عليها الخدعه فيما بعد. هنعمل ايه؟ هنعمل الدبل ليفت اللي قلت لكم عليها. زي ما انتم عارفين اول 4 كروت هم عباره عن الاربع وحايد. طيب احنا عايزين ناخد دبل ليفت تحت الاربع كروت دي، هناخدهم ازاي؟ والشخص بيشوف الاربع شايبات كل اللي احنا هنعمله بمنتهى البساطه يا شباب، هنيجي ناخد اول كارت، تاني كارت، تالت كارت، رابع كارت بالطريقة دي كأننا بنشوف كروت الكوتشينة كلها مثلا عادي. بس لما نيجي نرجعهم هنحط صباعنا الصغير كده تحت الاربع كروت دول وهنرجعهم مكانهم مرة تانية بالشكل ده. اصبح الموضوع كده واحنا واخدين بريك تحت اول 4 كروت. طيب هنعيدها مرة تانية مع بعض عشان نتأكد ان احنا هنعرف نعملها. هنيجي كأننا بنشوف ورق الكوتشينة كده ونطلع اول 4 كروت ونسحب كذا كارت بعده.
تمام. بس خلينا مركزين، هنرجع الجزء دوت كده واخر 4 كروت قبل ما نرجعهم هنحط البريك بتاعنا وهنرجعهم فوق البريك ده، ونبقى كده واخدين الدبل ليفت بتاعنا عند اول 4 كروت. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده هيكون الشخص شاف ال4 شايبات خلاص وتأكد ان هما مفهومش حاجة غريبة ولا فيهم حاجة غلط ولا اي حاجة من الكلام ده. بعد كده هناخد ال4 شايبات منه مرة تانية وهنقول له ال4 شايبات دول احنا هنخليهم كده مع بعض، تمام، ونوريهم له مرة تانية قبل ما ندخلهم في الكوتشينة، تمام. وبعد كده هنقول له ان احنا هندخلهم في نص الكوتشينة، بس بالفعل احنا مش هندخلهم في نص الكوتشينة ولا حاجة، احنا هندخلهم تحت البريك اللي احنا واخدينه تحت اول 4 كروت بالشكل ده. طيب هنيجي ناخد ال4 شايبات اللي هو اختارهم بالطريقة دي، تمام، وهندخلهم عند البريك. طبعا هو من ناحيته مش هيبقى شايف اي حاجة وهيبقى فاكر انك بتدخلهم في نص الكوتشينة عادي، تمام، لكن انت بتدخلهم هنا عند البريك اللي انت واخده وبتزقهم كده. طبعا من ناحيته هو مش هيبقى شايف التفاصيل دي كلها، فهيبقى فاكر انك بتدخلهم في نص الكوتشينة عادي ومفيش اي مشكلة. هتدخلهم كده لجوه، تمام، بعد كده هتشيل البريك عادي. دلوقتي اصبح معاك اول 8 كروت، هما دول ال4 وحايد تحتيهم ال4 شايبات. طيب احنا عشان نتأكد مع بعض اهو، اول كروت فوق هي بالشكل ده ال4 وحايد بعدها ال4 شايبات. هنرجعهم تاني، تمام. طبعا هو مش عارف الكلام ده خالص، وهنبدأ نتكلم ونوهمه ان احنا هنعمل حاجة في الكوتشينة هتخلي ال4 شايبات دول يطلعوا من نص الكوتشينة ويبقوا اول 4 كروت فوق في الكوتشينة، ونبتدي نتكلم معاه شوية. بس اهم حاجة واحنا بنتكلم معاه احنا هنعمل حاجة في الكوتشينة، واهم حاجة نبقى بنتكلم معاه عشان هو ما ياخدش باله احنا بنعمل ايه في الكوتشينة. طيب هنعمل ايه؟ فاكرين البريك اللي احنا خدناه في اول الكوتشينة عند 4 كروت؟ احنا هناخده المرة دي بس مش عند 4 كروت، هناخده عند ال8 كروت. طيب ازاي هنعمل كده؟ وهو احنا بنتكلم معاه وهنقول له ان احنا ال4 شايبات في نص الكوتشينة، واحنا دلوقتي هنقدر ان احنا نتحكم فيهم ونخليهم يبقوا اول 4 كروت في الكوتشينة. هناخد اول كارت، تاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، كأننا بنلعب في الكوتشينة عادي، وحرك ايدك بحرية عادي عشان ما ياخدش باله انك عملت حاجة. يعني انا كده خدت اول 8 كروت، تمام، انا عايز اخد بريك تحتيهم، مفيش اي مشكلة، ممكن ابدأ اكمل كده العب في الكوتشينة ارجعها كده، انا خلاص عارف ان انا هاخد بريك تحت الكروت دي. وبعد ما اجي خلاص العب شوية بحيث ما ياخدش باله او احرك ايدي بالكوتشينة او اعمل اي حاجة، طبعا مش هوريله الكروت، لا هو بس الكوتشينة تبقى مقلوبة كده، احط البريك بتاعي وهرجع ال8 كروت كلهم فوق البريك بسرعة بالطريقة دي، وهو طبعا مش هياخد باله من ناحيته زي ما انتوا شايفين مفيش اي حاجة باينة خالص. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنقول له ان احنا هنتحكم في ال4 شايبات بحيث ان هم يبقوا اول 4 كروت في الكوتشينة. طبعا احنا واخدين البريك، هيقول لك مستحيل وازاي وكده، هتقول له انا ما فرنطتش الكوتشينة، كل اللي انا هعمله اي حركة سحرية هعملها، مثلا هحرك ايدي كده، هعمل كده، هعمل اي حاجة، وتقوم قالب ال8 كروت مع بعض بسرعة. أهم حاجة تقلبهم بسرعة جدا عشان فعلا ما ياخدش باله من أي حاجة. هتقلبهم كده، تمام، وهتحط البريك تاني بعد ما تقلبهم. طيب ازاي هتعمل كده؟ انت اوريدي واخد بريك بالطريقة دي، هتاخد من عند البريك كده هتقلبهم ومش هتشيل صباعك لسه زي ما هو، عشان انت مجرد ما هتقلب الكروت كده هترفعهم كده وتحطهم تاني على البريك وتفضل واخد البريك اللي انت واخده. طيب خلينا نعيد الحركة مع بعض عشان الحركة ممكن تبقى صعبة على بعض الناس شوية. احنا واخدين البريك بالطريقة دي، تمام، هنيجي من عنده هنقلب ال8 كروت كلهم بالطريقة دي فوق البريك مرة تانية، وهننزل الكروت كده وهنعدلهم بالطريقة دي. طبعا هو هيتفاجئ، هيقول ايه ده الشايب جه، هتقول له استنى انا اللي خليت ال4 شايبات يطلعوا يبقوا اول كارت في الكوتشينة. طيب ازاي؟ هنبدأ ننزل اول كارت، وركزوا قوي معايا في الحتة دي. هننزل اول كارت، هنقول له ادي اول شايب، وادي تاني شايب، وادي تالت شايب. ولما نيجي عند اخر شايب مش هننزله على الترابيزه، لان طبعا لو نزلناه الخدعه كلها هتتكشف وهيبان ان تحتيه الوحايد زي ما انتوا شايفين، واحنا طبعا مش عايزين دوت يحصل. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي عند اخر شايب هنحط ايدينا جنب ال3 شايبات التانيين، هو مش هيركز، مش هياخد باله انت ليه ما نزلتش الشايب ده، او اهم حاجه ان هو هيبقى شايف ال4 شايبات مع بعض، فهينبهر هما ازاي طلعوا فوق في الكوتشينه والكلام ده كله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول له لا خلينا نكمل الخدعه لسه ما خلصتش. هناخد ال3 شايبات اللي على الترابيزه بالطريقه دي، تمام، وهنحطهم فوق الشايب اللي معانا، تمام،
اصبح كده احنا معانا الاربع شايبات مرة تانية والاربع وحايد تحتيهم واخدين البريك. هنقلب الكروت المرة دي، تمام، بس مش لازم نحط البريك، خلاص مش محتاجين. تمام. هو كده فاكر ان الاربع شايبات طلعوا بقوا اول 4 كروت في الكوتشينه، الحقيقه انه لا، اول 4 كروت هما الاربع وحايد مش الاربع شايبات. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي احنا هنعمله دلوقتي، احنا طبعا مش هنوري له الكروت، هنفضل نقول له طبعا انا قدرت ان انا اطلع الاربع شايبات يبقوا اول 4 كروت في الكوتشينه زي ما انت شفت، ولكن خلينا نكمل الخدعه. هتقول له ان انت عايز تنزل الاربع شايبات دول على الترابيزه بالطريقه دي، تمام. وبعد ما تنزلهم هتقول له مش عايزين نلمسهم خالص، ولا انا ولا انت، عشان توهمه ان الكروت فعلا دي الاربع شايبات ومحدش هيغير فيهم اي حاجه خالص. هو في الحقيقه انت خلاص نزلت الاربع وحايد زي ما انت شايف، ولكن طبعا هو ما يعرفش الكلام ده. تمام. بعد ما تنزل الاربع وحيد كده هتقول له طبعا كانهم اربع شايبات، هتقول له انا نزلت الاربع شايبات قدامك زي ما انت شايف، تمام. عايزين نكمل الخدعة مع بعض. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ نفس الحركة اللي عملناها من شوية، تمام، هنعملها تاني كأننا بنلعب في الكوتشينة، تمام. هنطلع أول 4 كروت وعايزين ناخد بريك تحتيهم، مفيش أي مشكلة، هنعمل كده وهنيجي نحط البريك بتاعنا ونرجع الأربع كروت عادي فوق البريك بالطريقة دي، تمام. طبعا احنا لسه شارحينها من شوية، اتمرنوا عليها شوية هتلاقوها في منتهى السهولة. بعد ما خدنا البريك عند أول 4 شايبات بالفعل، هنعمل حاجة سهلة جدا. هنيجي نمسك الكوتشينة، احنا واخدين البريك اهو زي ما انتوا شايفين، هنمسك الكوتشينة كده، تمام، بالطريقة دي من عند البريك اللي احنا واخدينه. مرة تانية عشان محدش يتلخبط، هنيجي بالدنيا دي كده، هنمسك الكوتشينة من عند البريك اللي احنا واخدينه بالطريقة دي عشان محدش يتلخبط، ونفضل محافظين على البريك اللي احنا واخدينه. اهم حاجة من ناحيته مفيش اي حاجة باينة عادي جدا، وصوابعك مغطية اصلا على الكوتشينة، لكن من ناحيتك انت لا، انت لسه محافظ على البريك اللي انت واخده، ومركز قوي في الحتة دي لان هي دي اصل الجزء التاني من الخدعة. طيب بعد ما هنمسك الكوتشينة كده، هنيجي من تحت هنقسمها قسمتين بالظبط. من الجنب هنيجي نعمل كده، هنقسم قسمة، بس مش هنحطها زي ما هي، لا، هنقلبها كده بمنتهى السهولة. بعد ما هنقسمها هنجيب 3 صوابع دول كده وهنقلب الكوتشينة بالطريقة دي وهنحطها فوق البريك اللي احنا واخدينه. وهنيجي القسمة التانية، هناخد الجزء اللي تحت كله زي ما انتوا شايفين كده، وبنفس الطريقة مرة تانية هنقسمه بالثلاث صوابع دول او هنقلبه كده وهنحطه فوق في الكوتشينة من فوق. بعد ما نعمل كده اهم حاجة عشان الخدعة ما تبصش، هتمسك الكوتشينة كده، تمام، هتنزل جزء كده، تمام، ويبقى شايف، والجزء التاني فوقيه. اهم حاجة تقسمها بعد ما تقلبها، انت قلبتها خلاص. ليه؟ لان انت الاربع كروت اصبحوا تحت بالطريقة دي، احنا عايزينهم يبقوا في النص وهو ما ياخدش باله. فبعد ما تعمل الحركة دي وتقلب الجزئين، هتقسم الكوتشينة اللي معاك من اي حتة بشكل عشوائي، المهم تقسمها وخلاص. هتقسم نص كده، اي نص، وتحط فوقيه النص التاني بالطريقة دي، وهتخلي الكوتشينة معاك كأنها ما فيهاش اي حاجة. بعد كده هتبدأ تتكلم معاه مرة تانية، تمام، وهتقول له طيب دلوقتي خلينا نكمل الخدعة. طبعا انت قدامك الاربع شايبات زي ما انت شايف من بداية اللعبة، انا ما لمستهمش ولا انت لمستهم ولا في اي حد جه جنبهم. طيب ايه رأيك ان انا هقدر اتحكم في الاربع شايبات دول مرة تانية واقدر اخليهم يتغيروا وهم قدامك على الترابيزة؟ هيقول لك طبعا مستحيل، ازاي حاجة زي دي ما تنفعش والكلام ده كله. هتعمل اي حركة سحرية مرة تانية، هتحط ايدك مثلا على كل كارت مرة او 4 مرات زي ما انت شايف. بعد كده هتقول له شوف الاربع كروت بنفسك، وهو طبعا هيتفاجئ جدا لما يقلب اول كارت هيلاقي واحد، هيقلب تاني كارت هيلاقي واحد، وهكذا هيلاقي الاربع كروت كلهم اتغيروا وبقوا الاربع وحايد زي ما انتوا شايفين يا شباب. طيب هو هيفتكر ان الخدعة كده خلصت، هتقول له لا استنى، الخدعة لسه ما خلصتش، خلينا نكمل الخدعة مع بعض. تبدأ انت تسأله، تقول له طيب الشايبات راحت فين؟ الشايبات كانت قدامك طول الوقت، انا ما عملتش فيهم اي حاجة. طيب هما اتحولوا لوحايد، طيب الشايبات نفسها راحت فين؟ هنبدأ نخش على الجزء التاني من اللعبة. هناخد الاربع وحيد دول هنخليهم كده على جنب، تمام. والحتة الجاية دي ممكن تعملها بطريقتين. لو انت ما بتعرفش تعمل الطريقة دي فانت عادي جدا مش لازم تعملها، انت كل الموضوع ممكن تمشي على الكروت كده. هتقول له ان احنا هنمشي على الكروت كده، تمام. هنلاقي 4 كروت هم الوحيدين اللي مقلوبين في نص الكوتشينة، وباقي الكوتشينة
عادية خالص. تمام، دي طريقة. الطريقة التانية، ولو عايزيني اشرح لكم الطريقة التانية بتاعت فرد الكوتشينة على الترابيزة اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هشرحها لكم في فيديو لوحدها خالص. والطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. هتفرد الكوتشينة كده على الترابيزة، تمام، بحيث يبقى شايف كل الكروت. هتقول له في 4 كروت بس هما اللي مقلوبين او وشهم عكس الكروت التانية زي ما انت شايف بالطريقة دي. تمام، هتطلعهم هتمسكهم في ايدك. بعد ما هتمسكهم في ايدك هتقول له طيب دلوقتي ال4 كروت دول بمنتهى البساطة ان انت هتعمل اي حركة سحرية، او مثلا تجيب ال4 وحايد وتحركهم كده فوق ال4 كروت دي بحركة دائرية مثلا، او تعمل اي حركة سحرية وتقول له ال4 كروت دول هما ال4 شايبات زي ما انت شايف. تمام، وهي دي الخدعة بتاعت النهاردة. خدعة في منتهى القوة، خدعة جميلة جدا هتعجب أي حد أنت هتعملها معاه. بس هي الخدعة ممكن أنت وأنت بتتفرج عليا تفتكرها سهلة، لا، هي خدعة محتاجة تدريب، محتاجة شوية تمرين، محتاجة تتمرن على كل جزء فيها كذا مرة، مرتين 3 4 5. خد وقتك عشان ما تتلخبطش وأنت بتعملها مع أي شخص، وبإذن الله هتعملها مع أي شخص بكل سهولة. وكمان الخدعة هتعجب أي حد أنت هتعملها معاه. ودي كانت الخدعة بتاعت النهاردة. يا رب الخدعة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها. كمان ما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وتقترحوا عليا خدع انتوا عايزين نشرحها في الفيديوهات اللي جاية. يا رب الفيديو يكون عجبكم والخدعة تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.